السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي الغريبة. بصوا يا جماعة مقادير الغريبة. بصوا انا عندي هنا كوباية الا ربع سكر، ده سكر بودرة. لو هنعمل بيتي فور ممكن سكر بودرة وممكن سكر عادي، بس الغريبة لازم سكر ناعم. وعندي دي كوباية الا ربع سمنة، وعندي هنا دول كوبايتين دقيق منخولين. تمام. طبعا الغريبه ما بنحطلهاش بيكنج باودر، فانيليا بس. تمام. هي الغريبه يا جماعه سكر وسمنه ودقيق بس، وبنحط لها فانيليا عشان الفانيليا الايه، يعني تدي ريحه حلوه ليها. تمام. عندي بقى هنا فين، بصوا عندي هنا بقى للتزيين بقى. هنحط الحاجات السودا دي للغريبه اوريكم. وعندي سوداني هنا في العلبه دي برضو للتزيين. تمام. هنبتدي كده نقلب السكر لازم نقلب السكر والسمنه قوي 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 مع بعض اهو. انا بعملتها انا ممكن اعملها بالهاند بلندر، او عشان انا ما عنديش مضرب كهرباء. بس انا ليه بعملها معاكم كده؟ عشان الناس اللي ما معهاش يا جماعه، ما عندهاش يا جماعه. تمام. اللي ما عندهاش ولا هاند بلندر ولا مضرب كهرباء، تعمل بالمعلقه عادي، بالمضرب اليدوي عادي اهو. هنقلب كل الكلام ده مع بعض اهو. اهم حاجه ندخل الفانيليا. بصوا نفضل بقى نقلب كده لحد لما القوام بتاعنا او اللون اللي يفتح معانا. بصوا عمال يفتح معانا ازاي. دي بقى ده بيديكي نتيجه حلوه قوي قوي للغريبه بتاعتك او البيتي فور بتاعك لو هنعمل بيتي فور. والسمنه بدرجه حراره المكان زي ما انتم شايفين كانت سايله كده، مش سايحه على النار ولا حاجه، لا لازم تبقى عاديه خالص. ابصوا بصوا الكريمه، بصوا النتيجه، يعني عشان خاطر تبقى هشه. ونقلب في اتجاه واحد برضو قبل ما ننزل الدقيق اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده يا جماعه، عندي هننزل بقى بالدقيق كده واحده واحده. هنعجن بقى بالدقيق ماشي لحد ما تتمسك معانا. بنقوب بالمعلقه وبعد كده هنستخدم ايدينا. بصوا كده يا جماعه، ودي فصل لوحده لما التليفون رن. بصوا. انا خلاص كده عجنت الغريبه بتاعتي اهي. بصوا العجينه بتاعتي كده حلوه وناجحه. بس انا هسيبها ترتاح شويه. تمام. هسيبها ترتاح شويه وارجع اكمل معاكم. بصوا انا احتجت ايه للعجينه دي عشان الكوبايتين الدقيق. في دقيق بيشرب سمنه وفي دقيق ما بيشربش، ده بيشرب. احتجت معلقتين سمنه تاني، 3 معالق بالظبط، يعني كملت الربع بدل كوبايه الا ربع سمنه. كانت بقت كوبايه سمنه على كوبايتين دقيق. تمام. وايه، وكوبايه الا ربع سكر. السكر بقى دي انت حسب الرغبه. تمام. ده القوام المطلوب. وحطيت 4 معالق دقيق تاني بس. تمام. عشان تبقى ايه متماسكه كده معانا اهو اهو. فانا هسيبها بس ترتاح شويه وبعد كده ايه هشكلها معاكم. هسيبها بقى غطيتها كده واسيبها ترتاح 10 دقايق، نرجع نشكلها مع بعض. بصوا كده يا جماعه، العجينه بتاعتي ارتاحت. هنجيب كده اهو زي ما انتم شايفين. انتوا عارفين طبعا الغريبه بتاعت الغريبه آه نشكلها بقى كده. طبعا هي ايه مش عايزينها كبيره قوي عشان هي ايه هتفرق. بص هنجيب كده على الحته على قد ما هنعمل. تمام. هنعملها كده شويه. عارفين اللي الغريبه. تمام اهو. بص كور بقى كمان اهو. نحاول على قد ما نقدر نعمل ايه الكوره او الدايره بتاعتنا تبقى متساويه كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي مش كبيره قوي بس الكاميرا مكبراها. ونسيب مسافه بين كل واحده والتانيه. تمام. هعمل واحده كمان اهي معاكم. بصوا نحاول على قد ما نقدر نخلي الكور قد بعضيها. بصوا كده. هكمل بقى اهو. هكمل بقى الباقي، بقية الغريبة وارجع لكم تاني اهو. بصوا كده يا جماعة، الكوبايتين الدقيق يعتبروا كوبايتين ونص، لان احنا لما
وكملنا كوبايه السمنه، فاضطرينا نحط ايه، نص كوبايه دي كمان. يعني كوبايه سمنه مليانه على الاخر، عليها كوبايتين ونص دي عشان تبقى المقادير مظبوطه. بس عشان ايه؟ عشان المقادير ما تعملش منكم. بصوا هي لازم تبقى فيها كده، عشان لو فضلتي تحطي دقيق تقولي لا ده لسه طريه. لا، هي بتبقى دايما هي اللي بتبقى كده. السكر عشان هي سكر وسمنه ودقيق بس، فهي بتبقى ناعمه كده، الغريبه بتبقى ناعمه. تمام. فهم كوبايتين ونص دقيق معاهم كوبايه الا ربع سكر. تمام. بنحط السكر الاول مع السمنه، بعد كده كيس الفانيليا، بعدين نقلب كويس كويس لحد ما اللون يفتح. بعد كده بننزل عليه بقى ايه، بكوبايتين ونص دقيق على كوبايه سمنه. انا كنت حاطه كوبايه الا ربع سمنه، فلما حسيت ان هي عايزه سمنه تاني حطيت بقى، كملت بقيه الكوبايه، ربع كوبايه تاني، بقت كوبايه سمنه ونص كوبايه دقيق عشان يبقى يدينا النتيجه دي. هنشكل بقى مع بعض، اغسل ايدي ونشكل. بصوا كده معايا يا جماعه، نشكل بقى زي ما قلت لكم. طبعا انا ايه، كبرتها شويه الغريبايه، يعني ايه، النص كده اهو، عشان لما تطلع نغرزها كده كويس، عشان لما العجينه تقب لفوق لازم بقى ايه، نشغل الفرن قبلها اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. تمام اهو. بس اشغلها بقى الفرن وايه قبلها بشويه. اي مخبوزات يا جماعه لازم نشغل الفرن. اشكل كده اهو، فاضل لي بس اعمل السوداني معاكم هنا دي، بس هذا حسب ما يكفي هنا معايا، والباقي هنشكله بالسوداني. مرة تانية بعمل معاكم وخلاص، هي كده خلصت خلاص. ابقى اشكل معاكم ايه بالوان، يعني الحلاوة ده الفضي دي في منها دهب وفي اشكال تانية كتير. بصوا كده يا جماعة، انا بقى ايه هدخلهم بقى الفرن، الصينية دي وبعدين الصينية دي، وايه وهوريها لكم بقى ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. بس قبل ما اخلص الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بصوا يا جماعه الغريبه بتاعتنا، بصوا شايفين الجمال، بصوا قد ايه دايبه. انا عملتها طبعا كبيره، انتوا حابين تصغروا صغروا. بصوا 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 قد ايه ده دايبه. بصوا يعني بصوا. مم. والله والله يا جماعه تحفه. احنا جبنا السنه اللي فاتت جاهزه، دي احلى منها. جربوها. بصوا انا بحب احمر وشها كده، بحب احمرها شويه، مبحبهاش بيضه. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. بس متنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.